الحاج رمضان راجل بسيط كان شغال في البلدية طول عمره، وربى 3 عيال، منى ومحمود ورضا، عايشين في شقة إيجار قديم، والدنيا ماشية بالستر. منى بنت عاقلة لكن صوتها دايما عالي وما بتسكتش لما أبوها يغلط. محمود اتجوز من وراء أبوه وقال له: دي حياتي وأنا حر. أما رضا فقاعد في البيت بلا شغل وبيشوف إن أبوه السبب في فشله. الخناقات بقت يومية، مرة عشان الفاتورة، ومرة عشان التلفزيون، ومرة عشان ليه أختنا تاخد مصروف أكتر. رمضان يقعد لوحده على الكنبة القديمة بعد كل خناقة ويبص في السقف ويقول: هو أنا غلطت فين؟ أنا بس كنت عايز أربيكم زي الناس. الجيران سامعين الصريخ والناس بتتكلم: الراجل ده ضيع عمره عشان عياله، وفي الآخر اتكافئ بالندم. مرة كتب على ورقة صغيرة وحطها في جيبي: اللي بيربي ولاد مش دايما بيحصد حب، ساعات بيحصد خصام.